بعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل. وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة المحكمة لكم مستندات وجد مخطط لهروب المسجونين أثناء الثورة من السجون المصرية، فقام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية. ولقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعض الأشخاص بمساء يوم 25 يناير 2011 مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة عن الإفراج عن المعتقلين بأن قاموا بالتعدي على القوات الأمنية بتلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول عناصر الأجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الأنفاق. وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والأراضي المصرية. وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية في يوم 28 يناير 2011. وفي يوم 29 يناير 2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبناني والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والإخوانية والذين كانوا مسجونين بالمناطق أبو زعبل والمرج ووادي النطرون. وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل وهم إبراهيم حجاج والسيد عياد، كما كشفت شهادات الشهود والتحقيقات والاستندات المدمجة والمستندات أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية بمساعدة هؤلاء وهم أيمن عبد الله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسي للتنظيم الإخواني، محمد الهادي من قيادات حركة حماس ومعه كافة عناصر حزب الله اللبناني بقيادة اللبناني سامي شهاب، ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، ومحمد مرسي العياط التنظيم الإخواني، سعد الكتاتني التنظيم الإخواني، وصبحي صالح التنظيم الإخواني، وعصام العريان التنظيم الإخواني، وحمدي حسن التنظيم الإخواني، محمد إبراهيم التنظيم الإخواني، وسعد الحسيني بالتنظيم الإخواني، ومحمد حامد التنظيم الإخواني، ومحمود أبو زيد التنظيم الإخواني، ومصطفى غنيمي التنظيم الإخواني، وسيد نزيلي التنظيم الإخواني، وأحمد عبد الرحمن التنظيم الإخواني، وماجد الزوبر التنظيم الإخواني، وحسن أبو شعيشر التنظيم الإخواني، وعلي عز التنظيم الإخواني، ورجب البنا التنظيم الإخواني، وأيمن حجازي التنظيم الإخواني، مستخدمين لتهريبهم الأسلحة والطلقات المستخدمة الغير مستخدمة في مصر، وأيضا الأسلحة الآلية والجنيروفة المحملة على سيارات نصف نقل والدفع المباح. وقامت تلك المجموعات الملثمة والتي كانت ترتدي زي الأعراب بالهجوم المسلح وإطلاق نيران كثيفا اتجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية، وتحطيم الأبواب وأجزاء من الأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة الوزارات، مما دعا لهروب جميع السجناء المداعين بتلك السجون، والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التي كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلافها وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة. ونتج عن الأحداث هروب جميع المسجونين بمنطقة سجن وادي النطرون وعددهم 11161 مسجونا، وأدى إلى وفاة عدد 13 سجينا بلومان 430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 صحراوي. وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من المحاضر بأرقام 647 و848 و649 و795 لسنة 2011 إدارة السادات، والتي اطلعت عليها المحكمة، والتي تبين خلالها أن النيابة العامة لا تتخذ سمة إجراء أو سمة توجيه اتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامين ونصف من الأحداث، كما كشفت شهادة الشهود في الجلسة السرية التي قررت المحكمة أن تكون سرية حرصا على شهادة وحماية الشهود بعد تقديم طلبات للمحكمة صحة ما جاء بالأوراق، وأكدوا على أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الإخواني سوف يستغل الأحداث التي تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات من تحقيق مخططهم بالاتفاق عليه سلفا، وهو الاستيلاء على الحكم. فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضه على وزير الداخلية آنذاك، وكشف بالأسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم 34 قياديا لإصدار أمر باعتقالهم، فأصدر الأخير قرارا باعتقال تلك القيادات.
وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27 يناير 2011، وتم إيداعهم فجرا في ذلك اليوم بفرق أمن منطقة 6 أكتوبر. وعند قيام الأحداث ليلة يوم 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والانفلات الأمني واقتحام بعض السجون والتعدي على مديرية أمن 6 أكتوبر، فصدر أمرا بنقلهم في اليوم 29 من يناير إلى سجن 2 وادي النطرون الكيلو 97، وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن ومنطقة السادات، والذي حدثت بينه وبين المعتقل والذي يدعى حمدي حسن مشدد أخباره الأخيرة فيها بأن أمن الدولة والشرطة المصرية قد انهارت وباكر سوف يشكل الحكومة، وأن تلك المجموعة قد تمكنت من بعد اقتحام السجن من مجموعة ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخواني ومن سجن 2 الصحراوي، وذلك كما جاء بالجلسة السرية. وأن كل من إبراهيم حجاج ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد اشتركا في تهريبهم مع تلك العناصر التي اعتدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها، فضلا عن نشر الفوضى في ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين في منازلهم بإطلاق سراح الآلاف من السجناء الخاطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة. ولما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المدرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمنصوص عليه في البابين الأول والثاني من قانون العقوبات والمواد 39 و40 و41 و77 و77 ب و88 مقرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة ثالثا و142 و143 و144 و145 من قانون العقوبات. وقد انتهت المحكمة إلى ما تقدم، إلا أن ذلك لا يحول نيابة العامة من مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة فيها الجرحى الأصلية لكشف الحقيقة، فيها إقرارا لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية. هذا فضلا عن أن المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدي لتلك الجرائم التي كشفت عنها بالتحقيقات طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجيز حق التصدي لمحكمة الجنايات، والذي يقصد به أن من حق محكمة الجنايات التي تنظر دعوة معينة أن تحرك دعوة جديدة عن جريمة أخرى كشفت عنها الأوراق الدعوة المنظورة أمامها، وأن ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق سابقا، تكون إما مرتبطة بالجريمة الأصلية في واقعة أو أشخاص، علما بأن إقامة الدعوة أو تحريكها ليس من اختصاص المحكمة أصلا، فهي سلطة استثنائية لمحكمة الجنايات ومحكمة النقد فقط، إلا أن المحكمة وتبقى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها فيها التبليغ عن تلك الجنايات، وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الانتربول الدولي بالقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، محمد الهادي من حركة حماس، ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية، وأحضرهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق، فضلا عن اتخاذ شؤونها بشأن ما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسامي الواردة والتي تم ذكرها من القيادات التنظيم الإخواني والمعتقلين الهاربين من التنظيمات الجهادية والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية، حتى يكون الجميع متساويين في الحقوق والواجبات، ولا يفلت الداني من الجريمة قام بارتكابها. وكما قال الزعيم الراحل مصطفى كامل أن من يتسامح في حقوق بلادي ولو لمرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان، وحيث أنه عن التهمة المستدل المتهم يقتضي ركنها المادي أن يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه. ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت أن المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالاتهام، وأنه لم يهرب بعد القبض عليه، ومن ثم ينهار الركن المادي للجريمة مما تفتقد معه صيغات تجريمها وإنزال العقوبة على المتهم الماثل. وإن كان ذلك وكانت المحكمة المستأنفة والحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس، فإنه يكون في غير محله، مما يتعين إلغائه والقضاء ببراءة المتهم مما مسند إليه من اتهام عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا أولا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند إليه. ثانيا إحالة الأوراق إلى النيابة العامة
لاتخاذ شؤونها حيال ما تقدم من وقائع. رفعت الجلسة.